السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى سمك فيليه واحلى كاليماري، وهنعمل جنبه رز صيادية كده. بعد ما قطعته دي التوابل، معايا فلفل، كمون، كزبرة، بابريكا، توابل سمك، من كل حاجة معلقة مش صغيرة، نص معلقة ملح عشان ما يبقاش حدق قوي، وتوم مهروس، وهريسة شطة معلقة مليانة من الكبيرة. هنزل برص التوم هنا ونص الناحية التانية، وهريسة الشطة والتوابل نصها هنا ونصها هنا. هقلبه كويس كده. بعد ما تبلته والكاليماري الروخر هسيبه في التتبيله دي نص ساعه على ما اعمل الرز، عشان اوريكم هيبقى شكله عامل ازاي، عشان يشرب من التتبيله ويدينا طعم احلى. معايا حله على النار فيها سمنه وزيت، معايا بصلتين متقطعين عشان نعمل الرز. حطيت رشه فلفل ورشه ملح كده. البصله كده تحمر كده. البصله بعد ما احمرت كويس هنزل عليها بالميه، هنزل بمكعب وملح كده. حطيت الرز بعد الميه ما غلت، هغطي عليه لحد ما يشرب الميه بتاعته كده. الرز اتشرب، ههدي عليه خلص النار على ما يستوي كده. بعد ما سبت السمك في التتبيله قعد نص ساعه هو والكاليماري. معايا هنا دقيق ونشا وبجدار. هقلب المكونات دي كلها على بعضها كده. بعد ما قلبت الدقيق والنشا والبجدار على بعض، معايا هنا دقيق ساده وميه كانت في الفريزر. اعمل السمك بالدقيق الاول وانزله في ميه، وانزل عليه بالبجدار هخلص الكميه كلها واوريها لكم بعد ما اخلصها كده. بعد ما عملت السمك هحطه بقى في الفريزر نص ساعه. هعمل الكريمال الروخر زي ما هو برضو انا عملته كده. كده خلاص الروخر بعد الكريمال ما عملته هدخله روخر الفريزر. وادي رز روخر استوى وطفيت عليه. معايا طاسه فيها زيت سخن خالص، اهم حاجه يكون الزيت مظبوط. بياخد من 4 دقايق ل5 دقايق كده. احمر كويس اهو. كده هطلعه عشان انزل الكراميل الروخر. ده بعد ما خلصنا. لو عجبتكم الوصفه بتاعتي متنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، وجربوا وقولوا لي ايه رايكم.
مستنيه كلامكم الحلو ليا دايما.